بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. أنا سعيد جمال، والنهاردة هنتكلم عن كسر الطوب. زي ما شفتوا قبل الانترو، ناس كتير قوي كسرت الطوب. في ناس تقول لك ده معقول بيحصل؟ هل ده فعلا بيحصل؟ بيحصل، والموضوع بسيط جدا. بس اللي انتوا شفتوه ده عبارة عن حاجة كده للمبتدئين، الناس كده اللي بيعملوا الموضوع هافاني. لكن لما نيجي نتكلم عن الاحتراف دي حاجة تانية خالص. وقبل ما نتكلم عن ازاي نكسر الطوب، خلينا اقول لكم ان احنا في حلقة قبل كده اتكلمنا عن المشي على النار، وكان في حلقة كبيرة جدا عن الموضوع ده. هسيب لكم رابط الحلقة في صندوق الوصف عشان لو حبيتوا ترجعوا لها وتعرفوا ازاي ده بيتم. ونرجع تاني لحلقتنا ونقول الهدف ايه ان انا اكسر الطوب. حد يقول لي يا عم ايه الهبل ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ده جنان، ده مش طبيعي، ده مفيش عقل ان انسان يعمل اللي انتوا بتعملوه ده. هقول لك بمنتهى البساطة، لا، الموضوع له اسس، والموضوع مش ماشي وخلاص. الموضوع ليه قوانين بنمشي عليها. هتقول لي طب انا ممكن اذي نفسي، ممكن وانا بس بكسر الطوب ايدي تتكسر او تتعور، يبقى انا عملت ايه؟ استفدت ايه من كسر الطوب؟ خليني اقول لك ان الهدف من كسر الطوب هو اثبات تدفق الطاقه بتاع الجسم. يعني الناس اللي انتوا شفتوهم دول كان معمل لهم تدريبات تنفس بشكل معين وتدريبات طاقه بشكل معين عشان يقدروا يكسروا الطوب بالشكل البسيط اللي انتوا شفتوه، ودربوا لفتره محدده هي بسيطه، ولكن على قدر المستطاع عشان يقدروا يوصلوا للي هم عملوه ده. لكن لما تبص للمحترفين الموضوع بيبقى مختلف تماما، وهقول لك الفرق ما بين اللي اتعمل في الفيديو واللي ممكن اعمله لك دلوقتي وهوريه لك عملي. حد يقول لي طيب هو كل اللي بيدرسوا طاقه بيعملوا اللي انتوا بتعملوه ده؟ هقول لك لا، لان المدارس المشهوره في الوطن العربي زي البرانيك هيلينج والريكي ما عندهمش الكلام ده. هم بيكتفوا بس بعمل التامل او بممارسه التامل، والتاملات عندهم زي التوين هارت او القلبين التوأمين او الراجا يوجا او الارهاتيك يوجا. بس هم دول اقصى مجهود ممكن يعملوه. تقول لي هو التأمل وحش؟ التأمل حاجة جميلة. هقول لك التأمل حاجة جميلة، بس عشان تتكلم عن الطاقة يبقى انت محتاج حاجات تانية زي تشي كونج، ومحتاج تدريبات معينة من الطاقة صعبة جدا وقوية جدا. لكن التأمل بيديك حوالي 2% من مجمل الطاقة اللي بتخش جسمك بس. تقول لي طب وليه المدارس الباقية دي ما عملتش التدريبات دي لنفسها وبقت قويه؟ هقول لك لانهم اكتفوا بس بممارسات التامل، اكتفوا بالجلسات الجماعيه اللي بيعملوها ويمارسوا التامل بدون اي تدريبات واي جهد. عشان كده هم بياخدوا طاقه محدوده جدا قصاد ان هم بيتشهروا جدا. وده لان اغلب الناس اللي عايزين يتدربوا على اي حاجه في الدنيا، انت لو قلت لواحد عايز تخس يقول لك تقول له طب العب رياضه، يقول لك بس مش عايز اخس، لان الناس بتحب الكسل. والمدارس دي كنوع من انواع الكسل هو التامل حاجه بسيطه جدا بتعمل وانت قاعد في اي مكان، فبالتالي مفيش اي جهد بيتعمل. لكن لما نرجع للمدرسه الاصليه لعلوم الطاقه زي المدرسه الصينيه مثلا والمدرسه الفرعونيه، كان الهدف منها تدريبات طاقيه رياضيه صعبه جدا بتحتاج جهد بدني وجهد عقلي صعب جدا، فعشان كده بيبقى النجاح عالي جدا. وعشان كده الطاقه بتاعتهم بتبقى مهوله ويقدروا يعملوا حاجات الناس كلها تقول لك ده سحر او خيال. الحاجة اللي كانت بتعجبني في الموضوع كله هو ان انت كل ما تبذل جهد اكتر وكل ما تتعب اكتر كل ما بتحس بالطاقة اكتر، والطاقة بتاعتك بتبقى عالية جدا. وعشان كده كان نوع من انواع اثبات الطاقة هو ان انت تعمل حاجة اسمها توجيه طاقة من خلال تنفسات معينة، تقدر تتحكم في الطاقة وتخرجها وتمشيها في ايدك مثلا، او تمشيها في جسمك، او تمشيها في اماكن كتير في الجسم. بنشوف الرهبان الصينيين وهم بيعملوا تدريبات الناس كلها بتستغربها وموجوده على اليوتيوب كتير، وهسيب لكم رابط حلقه انا كنت عملته قبل كده عن الموضوع ده، هسيبه لكم في صندوق الوصف عشان لو حبيتوا كمان ترجعوا للحلقه دي. الموضوع بمنتهى البساطه، ازاي راهب بيتضرب على ايديه وما يحصلوش حاجه، ازاي راهب يكسروا على بطن طوب وما يحصلوش حاجه، ازاي ممكن ينام على المسامير وما يحصلوش حاجه. الناس تقول لك ده سحر. صدقني الموضوع ملوش علاقه بالسحر، الموضوع بمنتهى البساطه له علاقه بازاي هم بيتدربوا كتير فبيقدروا يتحكموا في كميه الطاقه اللي داخل الجسم ويبداوا يستفيدوا منها في حاجه تانية بدل ما يستفيدوا منها ويهدروها في كلام فارغ. هتقول لي واحنا بنهدر الطاقه بتاعتنا في كلام فارغ؟ اقول لك يوميا، بل وكل ثانيه. ازاي؟ عندك التكنولوجيا بتضيع منك طاقه مهوله. انت حضرتك ما بتلعبش رياضه دلوقتي فممكن تكتفي ان انت تتفرج على الرياضه بس، حضرتك بتتمشى، اغلب الناس بتركب مواصلات، حتى الناس اللي ما كانش عندها مواصلات دلوقتي بقت بتركب التوك توك. ليه؟ توفيرا ايه للوقت. بالعكس ده هم بيضيعوا كل طاقه جسمهم في كلام فارغ، بالاضافه للاكلات الفاسده زي الفاست فود وغيره وغيره، الحاجات اللي بناكلها اللي بتاثر في الجسم بالسلب وبتعمل طاقه سلبيه في الجسم كله. من انواع اثبات فكره تدفق الطاقه فقررت ان انا هعمل تدريب قدامكم، هكسر طوب ولكن بشكل مختلف، وهقول لكم الفرق ما بين الناس اللي عملوا في الفيديو قبل الانترو واللي هعمله دلوقتي تماما. تعال نشوف.
دلوقتي احنا هنعمل تجربة على كاس الطوب زي ما انتم شايفين. الموضوع بمنتهى البساطة هو تدفق الطاقة زي ما قلنا من الجسم اتجاه الايد اللي انا هكسر بيها الطوب، وده الفرق ما بين الطاقة وما بين القوة العضلية. لا انت شايفني دلوقتي مثلا انا مش بجرامي، يعني انا مش بجرامي تلاقي كتلة عضلية ولا حاجة زي كده. انا حد عادي جدا جسمه زي ما انتم شايفين، وفي نفس الوقت انا قاصد ان انا اطلع في الشتاء اللي احنا فيها دي بتيشيرت نص كم عشان ابين ان الموضوع ما فيهوش اي عضله. الموضوع ليه علاقه بطاقه معينه وبقدره معينه على تجميع الطاقه بتاع الجسم. ده طوب عادي جدا، قالب طوب ما فيهوش اي حاجه. وعلى فكره عشان حد يقول لك ده مكسور، لا قالب طوب بسيط. هو على فكره لو ما كانش مخرم هيبقى احسن، لان المخرم ده بيفرغ الهواء، يعني ده ممكن يكون اصعب شويه. بس هو قالب طوب ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اي مشكله خالص اهو. يعني لو هو متلصم ولا اي حاجه، ما فيهوش اي حاجه خالص. كل الفكره ان احنا بنتدرب عليه او ان احنا بنكسره بطريقه معينه. الفكره كلها بمنتهى البساطه هي بتتلخص في ان انا اجمع تنفسي او اخد الطاقه بتاعتي واكسرها من مسافه ضيقه. كان بروسلي بيقول، او في نظريه كده كان بروسلي يؤمن بيها، بيسموها نظريه الانش. بيسموها بيقول 1 and 3 باور انش، يعني الطاقه بتاعتك بتتجمع من 1 ل 3 بوصه بس، وهي دي المسافه اللي ممكن تضرب بيها حد وتاثر فيه. فعشان كده احنا هنمارس الموضوع ده بمنتهى البساطه دلوقتي من غير اي جهد، من غير اي تعب. وهوريكم الفرق ما بين الناس اللي عملوا التدريب ده وما بين اللي انا هعمله دلوقتي. تعال نجرب معايا وخليكم لايف معايا نشوف الموضوع يتم ازاي. اول حاجه هو ان انا بجمع طاقتي من خلال تنفس معين. انا بمارس تنفس عادي جدا، ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اي حاجه صعبه، تنفس عادي زي كل حد. ولكن الفكره ان انا بوجه التنفس بتاعي تجاه منطقه اسمها دانتيان تحت السره، مع شد عضلات البطن، مع تجميع الطاقه كلها في الجسم. وبعد كده ببدا اكسر، وهكسر من المسافه دي. يعني انا هكسر من المسافه دي، مش هكسر من حاجه اقل من كده. تمام؟ يعني مش هطلع فوق وكده، انا هكسر من المسافه دي. واسف طبعا ان احنا غيرنا الكادر بتاع الكاميرا، لان عشان لازم تشوفوا، عشان تقدروا تشوفوا الحجاره او تشوفوا الطوب او يظهر قدامكم الطوب معمول ازاي. ده عباره ان انا باخد تنفس معين وبعمله في دانتيان او منطقه تحت السره، وبشد عضلات بطني بشكل معين عشان الطاقه بتاعتي تتجمع. وبعد كده طول بقوم بالكسر. ممكن لو حد حابب يجرب الموضوع ده، بس ما انصحش حد يجرب الموضوع ده انه يحط حاجه هنا عشان ما يتعورش. لكن يمكن انا اتعودت خلاص، ايدي اتعودت على ملمس الطوب، وبالنسبه لي الموضوع بقى سهل جدا وبسيط جدا. فخلينا نشوف الموضوع بيتعمل ازاي. وزي ما شفتوا ازاي احنا كسرنا قلب الطوب.
بمنتهى البساطة من خلال التنفس. ايه الفرق ما بين اللي احنا عملناه دلوقتي وما اللي شفتوه في الانترو؟ اللي في الانترو الناس دي مبتدئين، الناس دي كنا بندربهم ان يعملوا الحركة دي بشكل بسيط، ان هم يعملوها من شكل واسع ومدى واسع. عشان كده تلاقي مثلا في الفيديو تلاقي في الانترو ان هم بيرفعوا ايديهم جامد جدا، وانا كنت بعمل معاهم كده عشان اعلمهم كده، نرفع جامد لفوق وننزل عشان نكسر. لكن انا لما كسرت هنا كسرت بمسافة ضيقة جدا، وكنت بوجه النفس بتاعي. حد يقول لي طب وانت بتعمل ايه؟ كل اللي انا بعمله ان انا باخد نفس اكتر من مره واسترخي واسترخي، ويكون عندي ايمان، وبعد كده بوجه الطاقه بتاعتي اللي هو التنفس بوجهه في دراعي لغايه ما يوصل لكف الايد من هنا، وبعد كده ببدا اكسر على طول. وقتها بيحصل الكسر ده وتلاقي نفسك عمال تتبور ده. خليني اقول لكم على حاجه مهمه جدا، محدش يحاول يعمل الحركه دي لوحده، لان لازم تكون متدرب وفاهم قوي انت بتعمل ايه. الموضوع مش عباره عن فقاقه مثلا او ان انا اجرب وخلاص، لا. انا عملت الحلقه دي عشان اقول لك ان فعلا في اختبار ممكن يخليك ان انت تعرف طاقتك قد ايه، لكن لازم تحت ايد مدرب فاهم، حد فاهم كويس جدا هو بيعمل ايه. الموضوع مش اي حاجه وخلاص، لازم تكون فاهم انت بتعمل ايه. وعشان كده عملنا الحلقه دي عشان تعرف وتصدق ان فعلا في ناس بتكسر الطوب بايديها، وناس بدل ما تكسر قلب واحد ممكن يكسروا اتنين وتلاته، وعادي جدا الموضوع بسيط. انا ممكن اكسر اكتر من قالب، وممكن احدد كمان قالب معين واكسره. في حلقات جايه هنعمل مهارات اكتر من كده، بس عشان نوريكم مدى القوه بتاعه الجسم البشري، مدى الطاقه بتاع القوه بتاعه الجسم البشريه، ازاي بنقدر نوجه الطاقه في الايد، ازاي ممكن حتى نستخدمها. وفي حلقه زي ما قلنا، في حلقه قريبه جدا في برنامج او في سلسله حلقات من الاخر هنتكلم عن الطاقه وعن مدارسها، وازاي الطاقه انتشرت من اول ما بدات على ايد جوستن ساو او اوجست بريست، الاثنين اللي بداوا علوم الطاقه في الصين، وعلى ايد الفراعنه لغايه ما وصلت دلوقتي للمدى اللي احنا فيه او العصر اللي احنا فيه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، اشوفكم على خير في حلقه تانية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.